مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية. صدام سفينتين بميناء سبتة المحتلة بسبب سوء الأحوال الجوية. لكن قبل الخوض في هذه التفاصيل لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. تسببت الرياح القوية التي وصلت سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة وارتفاع الأمواج لأكثر من مترين المسجل بميناء سبتة المحتلة في اصطدام بين سفينتين في البحر بمدخل ميناء سبتة حسب ما كشفت عنه وسائل الإعلام المحلية. وأصبحت مناورات الإرساء والرسو أكثر تعقيدا بسبب الأحوال الجوية. وفي هذا السياق اصطدمت سفينة الشحن سانتا التي تبحر تحت علم ليبيريا خلال محاولة إقلاعها بسفينة الشحن وجون بيه القادمة من وبرادوس والتي كانت راسية على الرصيف. وفشلت القاطرة في السيطرة على سانتا التي يبلغ طولها 127 مترا وعرضها 18 مترا في مواجهة هبوب رياح قوية، مما أدى إلى اصطدامها بسفينة وبرادوس وهي أصغر بشكل ملحوظ ويبلغ طولها 90 مترا وعرضها 13 مترا. ورغم العواصف التي ضربت سواحل سبتة في أكثر من مناسبة، إلا أنه من النادر أن ترتفع الحوادث في ميناء سبتة المحتلة.